بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن القديس أغسطين صاحب كتاب مدينة الله. ولد القديس أغسطين أوفهيبو حوالي سنة 354 ميلاديا في تاجوست شرقي نوميديا بشمال إفريقيا، لأب وثني وأم مسيحية من الرومان. وتلقى تعليمه الأول بشمال أفريقيا، ورغم ما بذلته أمه من جهود لغرس المسيحية في نفسه، إلا أن أغسطين خيب ظنها عندما رحل إلى قرطاجة ليتعلم فن الخطابة، وعاش فيها حياة لاهية، وانكب على دراسة كتب أرسطو وأفلاطون. ثم اعتنق المانوية لمدة 9 سنوات، وهي إحدى الديانات التي تعتقد بوجود قوتين، إحداهما تمثل الخير والأخرى تمثل الشر. وعندما انتقل أغسطين للإقامة في مدينة ميلان في سنة 383 ميلاديا، تعرف على القديس أمبروز أسقف هذه المدينة، ثم اعتنق المسيحية وتم تعميده على يد القديس أمبروز في سنة 387 ميلاديا. وبعد عدة سنوات عاد أغسطين إلى شمال أفريقيا، حيث تولى بعض المناصب الدينية حتى أصبح رأس الكنيسة الكاثوليكية في شمال أفريقيا، عندما اختير في سنة 395 ميلاديا أسقفا لهيبو التي تقع بالقرب من قرطاجة القديمة، وهي قرطاجة الحديثة في تونس. وقد انبرى أغسطين للدفاع عن كنيسة روما في مواجهة أعدائها، خاصة الدوناتيين، وهي حركا شقت على النظام الكنسي والتعليم المسيحية، واتخذت طابع الثورة الاجتماعية ضد الأرستقراطية والسلطات الرومانية. وقد ظهر المذهب الدوناتي في شمال أفريقيا، وقد وينسب إلى الأسقف دوناتوس أحد رواد هذا المذهب. وظهر المذهب كرد فعل لاضطهادات الإمبراطور دقلديانوس التي أنزلها بالمسيحيين، حيث كان حاكم ولاية شمال أفريقيا متساهلا مع المسيحيين، فكان يكتفي بتنصل الفرد ظاهريا من اعتناقه للديانة المسيحية بعد أن يسلم ما بحوزته من الكتب المقدسة. وبعد زوال الاضطهاد، قامت جماعة من المسيحيين المتعصبين باتهام هؤلاء الأفراد بالخيانة، وزعموا أنهم خسروا رحمة الرب ولم يعودوا مسيحيين. ونادى الدوناتيون بأن أخلاق رجال الأكليروس هي المحك الذي يحدد صلاحية الطقوس الدينية التي يقومون بها. وبمعنى آخر، كان الدوناتيون ينشدون كنيسة لا تضم سوى القديسين. هذا بينما عبر القديس أغسطين عن وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية التي ترى أن جميع رجال الأكليروس محل ثقة، وأن كل ما يقومون به من طقوس دينية صالحة لخلاص البشر. واعتبر القديس أغسطين أن الدوناتيين هراطقة، وراح يسخر كل ما عليه وفصاحته في الدفاع عن الكنيسة الكاثوليكية في مواجهتهم. وقد قرر مجمع قرطاجة في سنة 411 ميلاديا بإدانتهم ومنعهم من إقامة الاجتماعات العامة، وتمت مصادرة أماكن عبادتهم. وتعد كتب القديس أغسطين عن العقيدة المسيحية والاعترافات ومدينة الله من أهم مؤلفاته، وإن كان كتاب مدينة الله أهمها جميعا، حيث خصصه القديس أغسطين للدفاع عن العقيدة المسيحية، عندما ظهرت بعض الآراء التي تقول أن المسيحية مسؤولة عما حل بروما في سنة 410 ميلاديا، عندما سقطت في يد ألارك زعيم القوط الغربيين. ويتتبع كتاب مدينة الله مجرى التاريخ الروماني منذ الكارثة التي حلت بروما على يد ألارك في بداية القرن الخامس الميلادي، ويرد الأزمات التي حلت بها إلى تمسكها بالآلهة الوثنية، ثم يعالج مشيئة الله في تخليص البشر وهدايتهم إلى مدينة الله الخالدة. ولو نظرنا إلى كتاب مدينة الله من منظور العصر الذي كتب فيه، لوجدناه تأكيدا شديدا للتدخل الإلهي في شؤون البشر. وقد ثار جدل حول المقصود بالمدينتين اللتين وصفهما أغسطين في كتابه مدينة الله، وهما مدينة الإنسان ومدينة الله. والمرجح أن مدينة الإنسان كانت تعني عند أغسطين العالم الدنيوي، بينما قصد بمدينة الله السماء. وقد أصر رجال الدين طيلة العصور الوسطى على أن المقصود بالمدينتين الدولة العلمانية والدولة الدينية، وذلك لدعم صراعهم مع السلطات العلمانية حول النفوذ والسلطة، وللبرهنة على سمو السلطة الدينية على السلطة الزمنية.
وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.